حبايب قلبي، السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال يا رب. بصوا الجمال والحلويات. بصوا الحاجة هتعمل لنا ايه النهاردة. بصوا شايفين احنا في موسم اللفت. بصوا اللفت جميل ازاي وحلو، مش مشيخ او اي حاجة. مش شايف. مش شايخ. بصوا. اه بصوا بتقطعوا ازاي. بصوا. وهنا البنجر اهو. معاكم بقى الحاجة تقول لكم هي بتعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. وحشني قوي قوي كتير، كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ وحشني والله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لازم تذكروا ربنا وتذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الحاجة ربنا يبارك فيها ورسول الله يبارك لنا في حاجتنا. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا اي مخلل في البيت جميل، وتاخدي حبة المية بتاعت اللفت دي شفا حلوة بالبنجر كده اهوت والخل، وتحطي عليهم حبة سكر. هي المادة الحافظة. المادة الحافظة في المخلل للسكر، وتحطي حبة الخل وتحطي الملح، تشربي حبة مية في منتهى الجمال. وبعدين انضف من بره وارخص من بره. بتجيب المخلل من بره ريحته مش حلوة خالص. وبعمل لكم كل حاجة حلوة ان شاء الله، عشان انتوا حبايب قلبي وجمال. بس انا زعلانة منكم، زعلانة منكم جامد، عشان ما فيش لايكات ولا مشاهدات ولا حاجة. يعني المفروض ماما ام عبير وحبايبي الجداد اللي بيتابعوني من الخارج، ربنا يبارك لي فيهم ويخليهم، حطوا لي لايكات بقى وشجعوني، عشان كل يوم اعمل لكم حاجه جديده. حبايب قلبي ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. انا بعمل اللفت اهوت. بصوا جميل ازاي، عبير جايباه حلو ازاي. امسك بقى اللفتايه كده ونضفها. احنا غاسلينه. غسلين الاول بالميه. بصوا بتشيلي بقى الشوائب اللي هي فيه دي. وريهم كده يا عبير. بصوا حبايب قلبي، دي عملتها. استنى اوريكم واحده كمان. يعني ايه، بتلاقي كده من فوق في قلبها اللي هو زي الريش ده، تمسكيها كده اهوت، الحته بتاعتها دي بترميها كده اهو، تروحي ماسكاها مقطعاها كده اهي كده حبايب قلبي كده. يعني البنات الحلوين كده اهوت لو هيجيبوا 2 كيلو في البيت ويعملوهم، يا جوزك هيفرح بيكي قوي. بص هتعمليه صوابع كده، ما عندكيش القطاعه هتعمليه كده الحته على قد البق. بص يا حبايبي، عشان اللي ياخد حته من الطبق ما يحطهاش تاني، ياخدها على قد بقه كده. عندك القطاعه دي رخيصه مش غاليه على فكره، وتدي منظر جميل للحته. بصوا دي قطاعه اهي رخيصه من عند بتاع البلاستيك، تمسكها تعملها كده اهي. بصوا عامله ازاي بقى، مشرشره ازاي وجميله زي بتاعت المعمل. بصي، وحاولي تقطعي الحته على قد البق، عشان اللي ياخد حته من الطبق ما يرجعهاش تاني تتاكل. عشان لو فاض منك وحطيتيه وبعدين لما تيجي تاخدي بالبطرمان، تاخدي بكبشه، ما تاخديش بايديك، يكون حاجة ناشفة. يكون ايدك يعني الكبشه اللي هتاخدي بيها ناشفه. ما تحطيش ايديكي كده وتاخدي بيها، غلط. بيخلي البتاع يعمل المخلل يعمل ريم. بصوا حبايب قلبي اهو. زمزم بتخلل معايا ايه. قولي لها. بعمل مع تيت. بص بقى البنجر كمان، هما بيحبوكي قوي قوي قوي. هما بيروحوا بيفكوا يا زمزم. زمزم اللي نزلت تشترك معايا. راحت جابت لفت وجت. بص حبايب قلب البنجر، وريني يا عبير. البنجر برضو مقطع حتت زي اللفت. البنجر برضو بيتاكل. بص بحطوا ايه، مقطعه برضو زي اللفت كده بالقطاعه اهو. بص يا حبايبي، البنجر برضو اكله شفا وجميل وكله حديد. بتحطيه بيخليك الميه كده حمرا وجميله اهو. بص يا حبايبي اهو، سهل خالص ولا متعب. يعني هاتيلك 2 كيلو على قدك. انا بعمل عشان بدي ولادي، بحب اجيب الحاجه بزياده يعني، عشان ايه، اللي نصيب في حاجه بياخدها يا ولاد. ما بعرفش اكل حاجه من غير ولادي اهو. انا وعبير اتعودنا على كده طول عمرنا اهو. بص يا حبايب قلبي اهو، الحته على قد البق كده جميله صغننه
عشان اللي ياخد حته وبقه صغنن كده يحطها، ما يرجعهاش في الطبق تاني. صح يا زوزو؟ هتقولي لهم ايه يا زوزو؟ قولوا لهم ايه رايكم في اللفت. قولوا لهم ايه ايه رايكم في اللبس الحلو؟ بحبكم قوي. زمزم دي حبيبه اليوتيوب وحبيبكم. اخلص معايا يا حبايبي واوريكم بقى في الاخر. الحاجه تخلص تقطع كله وهوريلكم هي بتحط بقى السكر والميه. انا غليت الميه وسبتها تبرد. لازم الميه تغلي وتبرد عشان ايه؟ الميه الساقعه ما تبوظوش. يعني وعبال ما والله تقطعي كنا وعبال ما تنضفي سيب الميه تغلي وتبرد. كنا زمان والله يا ولاد بنعمله بالميه الساقعه، بس دي الميه دلوقتي نازله من الحنفيه مش حلوه. لازم نحط له ميه مطهره كده وتبرد، وبعدين نحط فيها المخلل ونحط بقى الحاجه بتاعته. ان شاء الله هخلص التقطيع واوريكم انا هعمل ايه. ماشي يا حبايب قلبي؟ يلا مع بعض بقى. بصوا حبايب قلبي كده الحاجه اهي قطعته شايفينه. وبصوا بقى بتعبي في البطرمانات اهو. بصوا حبايبي كده. ما تيجي يا زوزو كده ساعدي تيتا تقفي جنبها. تعالي عبي معايا يلا. اهو بصوا حبايبي، حبايب قلبي، بصوا انا وزمزم بنعبي ازاي. مقطعه البنجر عليه. طبعا زمزم غاسلين ايدينا والدنيا زي الفل. طبعا الناس تقول لك اطفال بتلعب. الاطفال اللي بتلعب دي والله بتتعلم. زمزم نظيفه جدا بس انا بحب اعلمها. انا كنت بعلم مع عبير ورش وهم صغيرين قدها كده واصغر، فقلت لها اغسلي ايديك وتعالي عبي معايا. وقعدت كمان قطعت يعني. خليت لها كم واحده قطعتهم عشان العيله من صغرها ما تبعد، اخليها في كل حاجه تطلع شاطره. لازم غسيل الايد ولازم النظافه، واحنا عندنا اولادنا كلهم نضاف يعني الحمد لله. الله اكبر. عندنا البنات بيحبوا يعملوا كل حاجه يعني. حنين ومي. حنين بتحب تقعد تحشي اه ومي تحب تتدخل برضو في الحاجه. كلهم ما شاء الله بيحبوا عليهم. يعملوا اكل يعملوا وصفات. حنين بتقعد تعجن مع اختها عجينات وحاجات. ومي تعمل لك اندومي حلو قوي وتعمل لك اختراعات. وزمزم. وزمزم تقول لك وانا اعمل لك اختراع واعمل. تعملي اختراع ايه يا زوزو؟ بصوا حبايبي استنى ما ننقش شويه كده. هات البطرمان الكبير يلا. ثواني كده تعبي البطرمانات. لا بصوا بقى يا جماعه عبوا البطرمانات. وادي الميه. وادي الميه ايه ماما؟ ميه سخنه ميه وبردت. سخنه ولما تبرد بنحط عليها بقى ايه. بص اللهم صل على النبي. عليه الصلاه ادي والسلام. واحد. الكيلو عليه قد ايه؟ كيلو عليه بتاع 5 معالق او 4 معالق. ماشي. 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10. احنا هندوق بقى الميه الاول. حطي تاني. احنا هنحط كده بالبركه. امم بصوا الخل ده في ايد زمزم. هاتي يا زوزو. حط كوبايه الخل دي يا زوزو هنا. بصوا كوبايه خل. مج خل. على 8 كيلو. مج خل اهو. مج خل. هنحط بقى ايه بتاع 4 معالق سكر كبار اللي هي بتاعت الاكل. بتاعت الشوربه دي. عشان ده السكر ده ماده حافظه. ما تخلوش يطرى معاكي اهو. ما تخلوش يعمل ريق. حطينا 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. دول عشان 8 كيلو ان شاء الله. بألف انا وشوف اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. ما 8 كيلو بالعرش بالبتاع يعني دول ممكن يبقى كام يعني بعد التنظيف على التنظيف 6 كيلو كده. على 5 مثلا. على 5 بس هقلب كده معاكم. لايك حبايب قلبي صلوا على الرسول على الصلاه والسلام. صلوا على الحبيب يا اولاد قلبي وطيب. اضحكي يلا كده عشان تبقى الصوره جميله يا مصغره. اولاد والله. المخللات في البيت جميله. تاكلي كده جنب طعميه سخنه. طلعي جنب الاكل كده حاجه تفتح نفسك. احنا فتحنا على زيتوننا وخلص. بصوا حاطين الموز. شايفين الموز واللب والسوداني. تعالوا بصوا اوريكم هم قاعدين بيتسلوا في ايه. بصوا ادي هنا الموز وادي اللب والسوداني ولب مشكل والقراقيش. بص يعني 100 فل و10 بقى. يلا كده الملح مظبوط يا امي. دقتي اهي. بصوا يا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد على الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي. ايوه عليه الصلاه صلوا على النبي يا والسلام. حبايب قلبي. ماما هو ده بيتحط على الوش زيت برضو؟ لا يعني ده غير الزيتون ما يتحطش على الوش زيت. لا يبقى سامعين يا جماعه ما يتحطش على اللفت زيت. ما يتحطش. الزيتون اللي بيتحط عليه الزيت عشان بيلمع. والليمون.
والليمون اللي هي ابو الابو اصفر ان شاء الله هنعمل الليمون قريب، الليمون ابو اصفر ان شاء الله. بس ينزل سعره عشان غالي دلوقتي. 8 جنيه يا عبير حلو. ده ب10. طب عمره ما هينزل. 10 و12. لا هينزل. اه. بص هو كده مليان البطرمان. بينزل بيهبط، كل ده بيهبط عشان اللفت بيبقى هايش. اللفت اول ما بيشرب من الميه بينزل بقى. آه. تكملوا من الحاجه وهوريهم لكم. طيبين، وان شاء الله نعمل لكم كل جديد، وربنا يخلي كل البلاد العربيه ومصر وكلهم ما يجيبش الحاجه حاجه وحشه يا رب، وربنا يبارك لي فيكم، واللايكات بقى والمشاهدات بتاعتكم، ربنا يحفظكم يا رب ويحفظ كل الناس. وبص زمزم قوم اقفي بالبطرمان بتاعك، قول لهم ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ حلو. حلو؟ هيبقى جميل عشان تمسكتيه. ده انا عاملاه على قد زمزم صغنن عشان تاكل منه. ماشي يا حبايب قلبي، وربنا ما يحرمناش منكم ويخليكم يا رب. ممكن يقول لك ما احمرش يا حاجه ليه؟ لا لسه يعني، اصل انا لسه عاملاه هو شويه وهيخرط عشان عليه خل وعليه سكر وعليه فيه بنجر من جوه، لسه بيدي ايه، كل ما بيقعد بيحمر بيبقى جميل. وان شاء الله ما نيجي نغرف منه لما يستوي هنوري لكم احمر ازاي. لسه يعني لسه ما انا مش حاطه عليه بقى بتاع دوت ارناوتش ولا حاجه، انا حاطه له بنجر بس ومع اللون بتاع اللفت. اصلا هو اللفت كان بنفسك حلو يعني، هيدي حمر وهيدي جمال باذن الله. وربنا يخليكم لينا وكل سنه وانتم طيبين ويخلي لكم ولادكم. هو ممكن انا ما انزلش الفيديو النهارده، استنى لبكره الصبح انزله عشان اشوف التقديمه بتاعته يكون لونه احمر. وبصوا يا جماعه هو بصوا بيحمر برضو ازاي، شايفين؟ بصوا بيبتدي ان هو اللون بيغير ازاي، علشان بس الناس كانت بتسأل وناس بتقول ان هو يعني بيبقى احمر كده وجميل. اما اجي اصور اي حاجه تانية هبقى اوريكم البطرمان لما يحمر. خلاص بص ماشي. اللفت بقى عامل ازاي عشان اقفل معاكم بس الايه الفيديو. ولما اجي اصور حاجه بكره باذن الله هوريكم البطرمان يحمر ازاي ان شاء الله. ان ماشي يا شاء الله. حبايبي، كل سنه وانتم طيبين وربنا ما يحرمناش منكم. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وصلي على الحبيب وقلبكم يطيب، وربنا يبارك فيكم واقول لكم بسلامه الله. مع السلامه حبايبي. باي باي. قولوا لهم باي باي يا زوزو. باي باي. يلا اتصوري كده جنب تيتا عشان تبقى الصوره المصغره. البرطمان اللي بنتي دي اللي انا ما خلفتهاش، زوزو دي بتاعت اليوتيوب، حبيبتكم دي يلا. بتحبكم كلكم والله، بس هي ايه رقيقه صوتها واطي شويه بتتكسف. بتتكسف، لكن هي بتحبكم كلكم والله. قلت لكم انا بعشقكم كلكم وبحبكم، وهم الاخرين بيحبوك يا زمزم. ربنا يبارك لي فيكم ويخليها يا رب لابوها ولامها يا رب، ويبارك فيها، وهي بقت شاطره في المدرسه، بقت جميله. صح يا وزة. قولوا لهم ادعوا ليوسف ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. يا رب ابن حماده ربنا يشفيه يا رب. اتعور يا عيني الحمد لله الحمد لله. بسبب الصيدليه، كل واحد صاحب صيدليه المفروض يحافظ على قدام الصيدليه عشان الاطفال اللي بيمشوا على الرصيف. ماشي رايح المدرسه الصبح، راحت اليافطه وقعت عليه. بيقولوا لصاحب الصيدليه الواد اللي شغال، قال لهم احنا هنعمل لكم ايه؟ الحمد لله اللي جت على كده، ربنا يخليه وابوه يا رب. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. الحمد لله ربنا يشفيه، ادعوا له ربنا يخليه ويشفيه يا رب. اللهم امين. اللهم امين. ويبارك فيكم وما يجيبش لحد حاجه وحشه يا حبايبي. اللهم امين يا رب. بسلامة الله، مع السلامه. لا اله الا الله. لا اله الا الله يا حبايبي. مع الف سلامه. السلام عليكم.